سلطة الكول سلو من أكتر السلطات اللي بنحب ناكلها برا البيت. تعالوا النهاردة نعملها في البيت وأحلى من برا كمان. بجيب الكرنب المخصص للسلطة. الكرنبة اللي معايا دي كبيرة فهستخدم نصها بس، تقدروا تعملوها طبعا كلها، يعني هتزودوا المكونات اللي أنا عملتها. بالنسبة لتقطيع الكرنب في طرق كتير جدا لتقطيعه. أول حاجة يا إما بتقطعيه بالمبشرة، الجهة اللي هي الواسعة اللي هي الكبيرة، او بتقطعيه في الكبة، يعني تحطي قطع كبيرة زي ما هي كده في الكبة بتقطعها صغير، او اقطعها زي ما انا عملت كده بالسكينة. ودي الطريقة اللي انا بفضلها، اللي بحس بيها ان الكرنب بعد لما بنضيف له الصوص بيفضل محافظ على شكله كده، ما بيدوبش مثلا قوي. بقطعها بالطول وبعد كده باخدها بقطعها بالعرض لحد ما تبقى قطع صغيرة خالص. احلى حاجة في السلطة بتاعت الكول سلو ان احنا ممكن نحضرها قبلها ب6 ساعات، او ممكن ليلة كاملة على الاقل، عشان يديك الطعم مظبوط زي اللي بناكله بره بالظبط. سلطة الكول سلو بعملها دايما جنب الفراخ البانيه، جنب الشاورما، في العزومات بتبقى خطيرة، وطبعا بتبقى مع الفرايد تشيكن والبرجر. بعد كده ببشر بقى جزراية كبيرة، والمفروض كمان ابشر ربع بصلايه بيضه صغيره، بس انا بفضل ان انا احطها مجففه او باودر. بقلبهم كلهم مع بعض. بعد كده بجهز الصوص اللي هو عباره عن كوبايه كبيره من المايونيز، وعليها معلقتين من خل العنب الاحمر، لو مفيش ممكن تضيفيه خل تفاح او خل ابيض. 5 معالق كبيره من السكر، ممكن تستبدليها بالعسل الابيض، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقتين زيت زيتون، ورشه من الفلفل الاسود، ولو متوفر فلفل ابيض يبقى احلى كمان. بنخلطهم كويس مع بعض وبعدين بضيفهم على الكرنب. وزي ما قلت لكم حلاوه السلطه دي ان هي تتجهز من قبلها باقل حاجه 6 ساعات عشان تدينا طعم مظبوط. يا رب تكون سلطه الكول سلو عجبتكم، ولو حابين ان انا اعمل لكم وصفات معينه اكتبوها لي تحت الفيديو في التعليقات. باي باي.